الصمت العقابي عند الراجل. بزاف ديال الرجال كيديروها مع نساهم، مع انهم متزوجين. العلاقه الزوجيه ربي كيقول لك بانها خصها تكون رباط ديال الموده والمحبه وكل ما هو زوين، ولكن مع الاسف كنلقاو بزاف ديال الرجال كيستعملوا الصمت العقابي في الدار ديالهم. اول حاجه خصنا نعرفوا علاش الراجل كيتاخد الصمت العقابي كأسلوب في التعامل مع المرأة ديالو في الدار. الراجل كيدير هذا الأسلوب باش يبين جوج حوايج: يا كيكون واحد الخطأ دارته المرأة ديالو وباغي باش يتاخد واحد الموقف، داك الموقف كيعبر عليه بالصمت ديالو، هذا إلا كانت خطأت في الحق ديالو. ولكن كاين الأغلبية ديال الرجال كيمارسوا الصمت العقابي على نساهم، مع أنهم ما غلطات، ما داروا حتى شي حاجة اللي ماشي هي هذيك. وفي هذه الحالة كيكون الراجل باغي باش يهين المرأة ويقلل من قيمتها ويحسسها بالدونية وبأنها ما كتسوى حتى حاجة. هذا النوع ديال الرجال كيكون عنده عقدة نفسية، باغي يبين بأنه مهم ولكن ما عارفش كيعبر على داك الشيء. باغي يبين بأنه مهم، والطريقة باش يبين بها أنه مهم هو يدل ديك المرأة اللي معاه. هذا مرض نفسي. كيكون بنادم عديم الثقة بالنفس أولا، وكيكون ما عنده لا قيم لا دين لا أخلاق لا حتى شي حاجة. خاطر كانت عنده الذرة ديال الأخلاق ما ديش يعامل المرأة ديالو اللي كتكون مسكينة مزيانة معاه وكتعامل معاه بما يرضي الله، ولكن هو ما كيعرفش يتعامل وكيحسسها بأنها والو. المرأة في هذه الحالة باش كتحس إلى على الأقل هذيك اللي كتكون غلطة كتكون عارفة الغلط ديالها، تقد تصلحه بهضرة معاه، بطلب الاعتذار، بالطريقة ديال التواصل. هكا تفتح الموضوع وتقول له راني غلطت ولا شي حاجة، المسامحة ماشي مشكل. وكتلقى ديك الساعات الراجل يقد يتراجع على داك الصمت العقابي ديالو. هنا المرأة كتكون عرفت الخطأ فين واقع والخلل فين واقع. اما هذيك مسكينة اللي كيتمارس عليها الصمت العقابي وهي ما دايره حتى شي حاجة في ملك الله، هذيك هي اللي كيكون عندها أزمات نفسية كثيرة مسكينة. هذيك السيدة كتحس بأنها منبوذة عند الراجل، بأنه ما بقاش كيبغيها، ما بقاش كيهتم بها، ولات بحال شي ديكور في الدار، محطوطة بحال رجل شي كرسي. يعني ما كيكون عندها حتى شي قيمة في الدار ديالها اللي من المفترض أنها تكون المملكة ديالها. بزاف ديال التساؤلات كيجيوني بأنهم نساء متزوجات والراجل كيمارس عليهم الصمت العقابي، كيحسوا بواحد الحقرة، بواحد الذل في الدار ديالهم، بواحد الإهانة كبيرة من عند الراجل، حيت الراجل كيعطيها بالظهر ديالو ولا كيشد حوايجو اللي كينعس بيهم للفراش ديالو وكيمشي لغرفة أخرى، البيت آخر، وكينعس ويجلس بوحدو كل شيء. يعني كيعيش معاها في بيت واحد في دار واحدة ولكن معزول عليها، بحال شي إنسانة منبوذة، بحال شي إنسانة فيها لا بيست، ولا كي يقولوا لها فيها الجدري ولا شي مرض اللي معدي. باش هادي تحس هاد المرأة بطبيعة الحالة دي تحس بأنها مسكينة، تحس واحد الإهانة. وشنو هادي نقول لكم، راه ربي اللي عالم بهاد المرأة مسكينة، كتحس بإهانة ما بعدها إهانة. البنات، أنا جيت اليوم باش نقول لكم الطريقة باش تعاملوا مع هاد الإنسان. هاد الإنسان إلا كان عندك في الدار تعاملي معاه بنفس الطريقة. دار الصمت العقابي، خليه يدير الصمت العقابي ديالو، بيني له بأنه وخا يدير الصمت العقابي انتي كاع ما مسوقاش.
خصك تبيني له بان الصمت العقابي ما كيأثرش عليك، يعني ما ليش تحسي بانك حزينه ومنبوذه ولا. راه الغلط ماشي فيك انتي، الغلط فيه هو. راه العقد النفسيه ماشي فيك انتي، راه فيه هو، لخاطر ما درتي له والو. هذا الانسان كنلقاوه يسجد ويصلي ويسبح ويدير ويزكي، ولكن ما كيتعاملش مع المراه ديالو بالحسنى. على الاقل يتعامل الانسان بالحسنى. هذا الراجل ما تبيني له، هو باغي يهينك، ما تبينيش بانك تهنيتي. هو باغي يدلك، ما تبينيش بانه قد عليك. هو باغيك باش تحسي بانك حزينه وبانك ماشي مزيانه وبان باغي يقلل ديك القيمه ديالك بنفسك، باغي يقلل ديك القيمه ديالك وسط دارك. انت ما تحسيش بداك الشيء، ما تحسيش بانه انتصر عليك، ما تحسيش بانه وصل داك الشيء اللي بغاه. لا، تعاملي عادي، مارسي حياتك عادي، خرجي الا كنتي مولفه كتخرجي عند صحاباتك وكتدخلي، الا كنتي ديري الرياضه ديالك ديريها، الا كنتي كتمشي لدار باك وامك سيري، دار والديك سيري وزوريهم وكل شيء يولي. الا كنتي كتجلسي في دارك ناشطه ومقاده وكل شيء قاد راسك عادي، يعني البروغرام ديالك اللي كنتي كديريه في حياتك ماشي منين بدا يدير لك الصمت العقابي ادي انت تبدلي كل شيء وتجلسي في واحد القنت وتهمي وكل شيء. لا، بيني له بانه حياتك كتمارسيها عادي، يعني ما اثرش فيك. ديري موسيقى في الدار وسمعي في الكوزينه ديالك، الا كنتي في الكوزينه سمعي الموسيقى، الا كنتي هكا جالسه موركه سمعي الموسيقى ونشطي مع راسك. خصو يحس، خصو ديك الساعات هو غادي يبغي يطرطق، غادي يقول انايا هاد السيده ما ديت منها لا حق لا باطل، هاد السيده ما كتهدش. نبغيك ديما الوثوق بالنفس وديري في بالك تقتنعي بانه الغلط راه ماشي فيك، الغلط فيه، الخلل فيه ماشي فيك. انت انسانه طبيعيه، هو اللي انسان ماشي طبيعي. باش انسان يتعامل مع المراه ديالو في الدار وما دايره له حتى شي حاجه بداك الاسلوب ديال التجاهل، هذا ماشي انسان سوي. انسان سوي هو اللي كيعامل المراه ديالو في الدار بواحد التقدير، بواحد الاحترام. الا طيبت يشكرها، وإلا حطت له يشكرها، وإلا رتبت يشكرها ويكبر بيها باش هي تزيد للقدام، باش دوك الوليدات اللي بيناتكم يتربوا في واحد الجو اسري مزيان. هكذا الراجل كيدمر المراه. نتمنى باش شي راجل يكون يسمعني ويحس بداك الشيء اللي كتحسو المراه مسكينه دايره كل شيء على اكمل وجه، ويجي الراجل في التالي يتجاهلها ويعتبرها. راه ما كانش شي حاجه كتر من الصمت العقابي في دار الزوجيه. هذا ماشي خطيبك، هذا ماشي شي واحد اللي عاد عرفتيه وبغى يتكبر عليك ولا يتجبد عليك. راه داك الاحساس اللي كيكون ما بين المراه والراجل وفي دار وحده عايشين وكيتجاهلها وكيمارس عليها الصمت العقابي ومعتبرها بانها شي حاجه زايده ناقصه في الدار، راه كيسبب واحد الاهانه كبيره في النفسيه ديال المراه. المهم ديري كي قلت لك، تعاملي بالامور ببساطه وعرفي بان الخطا ماشي منك، راه منه والخلل منه. تعاملي عادي مع الامر، وإلا جبد الهضره قولي له انا ما كنجيش بهذه الطريقه، راه ماشي معقول هذا الشيء اللي كدير. على الاقل وصلي له الرساله، قولوا ماشي انا اللي تعاملني بهذه الطريقه، راه حشومه هذا الشيء اللي كدير، لا في الدين لا في الاصول ماشي مزيان. صافي وسكتي واعتبري الامور ماشيه وكانه شيئا لم يكن. مارسي حياتك عادي واقتنعي لداخل في نفسك وتفكري كلامي بان الخطا ماشي ديالك، الخطا جاي منه هو. صافي، بغى الصمت العقابي
تنتي ديريه، بغى يشد الكوان ديالو تنتي شدي الكوان ديالك، ولكن مارسي حياتك عادي وتهلاي في راسك مزيان. كي كنقولها لك دائما، تهلاي في راسك مزيان، ما تهمليش نفسك، خدي الدوش ديالك وقادي حوايجك وكوني انيقه دائما، واخا في دارك ببيجامه ولكن تكوني زوينه، تلبسي شي حاجه متناسقه في الدار ودوري بها. دائما الاهتمام بالشكل ديالك، دائما كوني مهتمه بالشكل ديالك ولو في دارك صافي، وكوني متصالحه مع نفسك ومرتي الحياه عادي، وما خش هاد الشيء ياثر في النفسيه ديالك، ما ياثرش في النفسيه ديالك. هاد الشيء اللي كاينه الحبيبه ديالي، ونتمنى نكون فتك ولو بجزء بسيط من داك الشيء اللي عندي، ومارسي حياتك بواحد الحب، بغي الحياه وبغي الناس اللي قدامك، بغي وليداتك، بغي نفسك بالدرجه الاولى، واهتمي بنفسك. والانسان اللي كيكون هكا راه هو اللي ماشي متصالح مع نفسه، وراه هو عنده مشاكل مع نفسه، وراه هو اللي ماشي طبيعي. انتي راكي طبيعيه، ما خصوش ياثر فيك ولا في النفسيه ديالك. كيفاش الناس كتجمع على طابله وحده وشي ما كيهضر مع شي، كيفاش الناس كتجمع في دار وحده وشي ما كيتكلم مع شي، راه عيب وعار. هادشي يكونوا في المجتمعات الاسلاميه. راه التفكك كان في زمان في اوروبا وامريكا، ولكن المجتمعات العربيه ما كانش فيهم هادشي مع الاسف، ولا دخلنا هادشي للمجتمعات العربيه. هاد الصمت العقابي اللي كل شيء ولا كيطبقه، اي واحد عنده عقده نفسيه يطبق الصمت العقابي. راه حشومه هادشي اللي راه واقع، راه حشومه هادشي. كل واحد شاد بورتابلو وجالس في قنت. هادشي داخل على المجتمعات العربيه، ما كانش عندنا هادي شحال. راه حشومه هاد الحوايج. الانسان يصحح من نفسه قبل فوات الاوان، خاطر الاسر المغربيه والاسر العربيه ولات كتفكك وسببها الصمت العقابي. هادشي راه خطير بزاف، خطير بزاف انه يتمارس وسط اسره وحده، يتمارس ما بين زوج والزوجه ديالو. راه اخطر حاجه كنعيشوها اليوم بهذا الصمت العقابي. كل واحد شاد قنتو، كل واحد قابض بورتابلو وشي ما كيهضر مع شي وشي ما مسوق لشي. راه حشومه وعيب وعار. الرجال ردوا بالكم، راه هذه اهانه للمراه العربيه والمراه المسلمه. حشومه هادشي اللي كيوقع. الا كنت رجل راك رجل بالقوامه ديالك، والقوامه ديالك ما تقولكش دير هادشي مع الزوجه ديالك. الدين كيقولك تعامل بالتي هي احسن. الدين كيقولك الا كنت كتصلي وكدير الجبين ديالك على الارض وكتسجد لله، تعامل مع ديك المراه بما يرضي الله. نتمنى ولو جزء قليل من الرجال اللي يدخل يشوف هذا الفيديو باش شويه يولي اللور ويدير وقفه مع نفسه ويصلح. حبيبتي خليت لكم الراحه، كوني دائما جميله، تهلاي في راسك، بغي نفسك، وما تخليش الناس اللي عندها عقد نفسيه والناس اللي سلبيه تاثر عليك. كما بغات تكون واخا يكون راجلك، تهلاي لي حبيبه في راسك. كنبغيكم وكنحماق عليكم.